السلام عليكم، اخباركم ايه؟ نادي الزمالك تصدر جدول الدوري الممتاز، وسبب في شكل الزمالك النهارده الونش وناصر ماهر. طبعا نادي الزمالك النهارده فاز على النادي المصري بثلاث اهداف لا شيء في مباراه كانت يعتبر احسن مباراه لنادي الزمالك منذ بدايه الدوري المصري. قدر الزمالك يتغلب فيها على المصري بثلاث اهداف لعمر جابر وعبد الله السعيد وعطيه الدباغ. طبعا السبب في اداء خطه الزمالك النهارده هنبتدي من بدايه من الونش، لان فيريرا كان بيعتمد جدا على بدء الكره من تحت، دي الونش ما بيعرفش يعملها خالص. لكن النهارده محمد اسماعيل اثبت نفسه بشكل رهيب جدا 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 جوه نادي الزمالك وجوه تشكيله نادي الزمالك، وهيقدر يحافظ على اسمه في تشكيله الزمالك بعد كده الفتره الجايه، لان النهارده محمد اسماعيل قدر يلعب الكوره من تحت، وده اللي فرق جدا النهارده مع خطه يانيك فيريرا مع الزمالك. كمان ناصر ماهر عاد بمستواه وقدر يلعب السهل اللي احنا كنا كلنا بنطلب ناصر ماهر ان هو يلعب دايما السهل، والسهل هو اللي هيخليه يرجع ناصر ماهر اللي احنا عارفينه. النهارده ناصر ماهر في كل الكرات اللي اتعامل معاها بكل سهوله، وقدر يوصل للمرمى وبالفريق كذا مره للمرمى المنافس، وقدر ان هو يصنع هدف وكان هيسبب في اكتر من هدف. الزمالك النهارده عمل اداء متوازن جدا 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 سواء في الدفاع او في الهجوم. يانيك فيريرا ابتدى بضغط شديد جدا على لعيبه المصري، وده اللي خلى النهارده المصري يرتبك من بدايه المباراه ومش قادر يحافظ على الكره، وكان دايما الكره كلها في زمام امور نادي الزمالك ومع لعيبه الزمالك. النهارده يانيك فيريرا نقدر نقول ابتدى التشكيل الصح مع الزمالك، ابتدى الخطه الصح مع الزمالك، ابتدى يحط او يوظف خطته وتشكيلته مع لعيبه الزمالك بشكل جيد جدا. فمن النهارده الزمالك هيقدر يبني باذن الله على مباراه النهارده، وهيكون هي دي بدايه فيريرا مع لعيبه الزمالك وهي تشكيله الزمالك الجديده.